المهدي يقينا. أنا شبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصوم من القتل مثله، وأتحدى كالجبابرة الأرض. معكم عمار جو، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وخاصة للي أول مرة بشوفني. فيديو اليوم يا جماعة راح نشوف مع بعض شخص بدعي إنه رب العالمين اختاره إنه يكون خليفة بالأرض، وبدعي كمان إنه شبيه الرسول، وطالع وبتكلم بكل ثقة والأمور طبيعية. فخلينا نشوفهم مع بعض ونسمع شو بحكي. أنا المهدي يقينا، لأنني المهدي يقينا يعني ما في مجال للنقاش، متأكد من كلامك. أكرمني الله بكرامات عدة، منها عصمي من القتل وإرعاب الجبابرة بعد أن مريت بابتلاء من استخدام القوة ضدي، وإذا استخدموها أنزل الله بهم عقابه. يا سلام، يعني أي حد بيستخدم القوة ضدك ربنا فورا بيعاقبه. الموضوع مبين كله أكشن. كمل. وأراني الله آيات خارقة، وأكرمني الله برؤى أراها ليليا أو شبه ليلي لم تكن من قبل هكذا، خصوصا في السنوات الأخيرة. لا يمر ليلة في الغالبا إلا أرى رؤية أو رؤيتين أو ثلاث، كلها مبشرة وكلها متواترة بالخلافة وبنصر أهل الحق. كل يوم بتشوف مرة ومرتين وثلاث رؤى. حلو، يعني احنا بدنا نحاول نقتنع من كلامك، وهذا الكلام كله بدل على انك انت الخليفة والمهدي، وبدل على انه رب العالمين بده ينصرك. ترى احنا مركزين بكلامك، مركزين على اخر تركيز. كمل. فأنا شبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصوم من القتل مثله، وأتحدى كالجبابرة الأرض سابقا ولاحقا، وقد عجزوا وسيعجزون. لا تتحدانا ولا بدنا نتحداك. شو احنا داخلين نلعب جاكارو؟ هسه اتركني من كل هذا الكلام وركز معي. كيف يعني انت شبيه الرسول؟ يعني احنا من حقنا نفهم انت كيف يعني شبيه الرسول. انت من عقلك بتحكي ولا من نص عقلك؟ قال شبيه الرسول. قال فمن كان من الكفار والمنافقين والمكذبين لي والشاكين وضعاف الإيمان، من كان يظن أن لن ينصرني الله وقد اختارني بعلمه جل وعلا، ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي خلقني واختارني. وكيف كانت طريقة الاختيار؟ يعني نمت صحيتي من النوم لقيت حالك انه رب العالمين اختارك عشان تكون خليفة؟ ولا لا تكون حلمت حلم انك طاير بالجو على بساط احمدي وفكرت حالك انه هذا الحلم بدل على انك خليفة؟ ما هو احنا بدنا نفهم عشان نستوعب الموضوع. ما كان لهم الخيرة بعد الظلم الذي في الأرض والفساد وسنين متطاولة منذ زمن الخلافة الراشدة لليوم. اختارني الله خليفة لكوكب الأرض، ليس باختيار الناس بل باختيار الله. اختارك خليفة لكوكب الأرض، ودخلك ما اختارك لكوكب عطارد والزهرة وأورانوس وكوكب المشتري. طيب شو أخباره؟ وسيمكنني وينصرني حتى أقيم شرعه في الأرض. فمن كان يظن أن لن ينصرني الله جل وعلا من الشاكين والمكذبين وضعاف الإيمان والذين لا يؤمنون بآيات الله عز وجل، فأقول له مصدر اختياري من السماء. يا حج عن جد أنا مش فاهم، يعني هو أنت عن جد طالع بتحكي ولا طالع تتسلى ولا أنت زهقان وطالع تنكش مخاتك علينا ولا شو القصة؟ أنت واعي على الكلام اللي قاعد بتحكيه ولا يعني شو؟ ومصدر نصري من السماء، ومصدر تكليفي بالخلافة من السماء. فإن كنت أيها الشاك والمكذب والضان والذي يقول إني مجنون، وأنا أعجزه بالحجة وأعجز أهل الأرض يقولون مجنون. لا حاشاك، أنت لا مجنون ولا مفتون. أنت أكيد صاير معك شغلة عملي بحياتك وموصليتك لهي المرحلة، فإحنا راح نعذرك. ما من رسول إلا قيل عنه مجنون. إن كنت تشك أنني لن أنتصر ولن ينصرني الله وقد هداني واختارني، فاصعد إلى السماء واقطع مصدر التكليف وهو من السماء. لا يا زلمة، قولوا غير. بدك إياني أصعد للسماء مرة واحدة؟ أنا سلم ما بعرف أصعده. فخلص روق وهدي، ومش مستاهل إنك تتحمس وتتهور زيادة. وإنتوا يا جماعة شو رأيكم باللي سمعتوه؟ اكتبوا لنا أراكم بالتعليقات، بستناكم.